ده سام في تالتة ثانوي. اللغة التانية عنده ألماني. سام بيحفظ كل كلمة بالأداة بتاعتها وبيعمل مجهود جبار وهو بيذاكر ألماني. سام بيحفظ كل حاجة. سام حتى مش عارف الفرق بين الأكوزاتيف والداتيف. دي أبفل دي أبفل دي أبفل دي أبفل ده مش هنساها، دخل الامتحان. سام نسي كل حاجة. دي ألت هازر. دي ألت هازر بيذاكر ألماني من زمان بذكاء لحد ما بقى يستحق اللقب اللي هو يبقى دي ألت هازر. ولكن تفتكر ان دي ألت هازر اتولد كده؟ دي ألت هازر كان كل شويه بيطور من نفسه لحد ما بقى ارنب كبير وبدأ يعلم الارانب الصغيره عشان ما تبقاش زي سام. لو مش عايز تبقى زي سام اتفرج على الفيديو ده. غالبا لو انت بتتعلم الماني او انت في ثالثه ثانوي فانت عندك مشكله اللي انت بتحفظ كل كلمه بالارتكل بتاعتها، مش لاقي طريقه سهله اللي انت تحفظ بيها، وكله بيقولك ان دي المشكله بتاعت الالماني، وكله دايما بيقولك خد الشويه دول احفظهم. مش عارف الفرق بين الاكوزاتيف والداتيف، وعندك مشاكل كده في الجرامر، وكله بيقولك احفظ الافعال دي واحفظ الافعال دي وانت مش فاهم ايه الفرق وبتحفظ وخلاص. فلو انت عندك المشكله دي اتفرج على الفيديوهات دي وهتساعدك. قبل ما ابتدي، انت تقريبا شفت الديزاين ده فانا عايز اخد رايك فيه. بص الالت هازا وشويه ارانب كده صغيرين، حاجه يعني ايه في منتهى الجمال. عندنا في اللغه الالمانيه 3 ادوات، عندي ديا، عندي دي، عندي داس. ديا للمذكر، دي للمؤنث، داس للمحايد. لحد دلوقتي انت مش عارف ايه المحايد وايه المذكر وايه الكلام ده كله، ولكن كل لغه وليها الادوات بتاعتها. زي عندنا في اللغه العربيه مثلا الشمس دي مؤنثه. ليه الشمس مؤنثه؟ هل ليها شعر طويل؟ هل ليها الكلام ده كله؟ لا ملهاش. عندنا مثلا ترابيزه، الترابيزه دي هل ليها شعر عشان اقول ان الترابيزه دي كلمه مؤنثه؟ لا. بس عندنا في اللغه العربيه الت المربوطه بتعبر عن الحاجه المؤنثه، وكذلك الى حد ما في اللغه الالمانيه. تعالى كده نشوف الشيت ده. هقولك شويه تريكس هتساعدك اللي انت تعرف الاداه دي ان كانت ديا ولا دي ولا داس، وهقولك كمان تريكس اللي انت ازاي تحفظ الكلمه بالاداه بتاعتها بسهوله. تيجي نخش الاول على ديا. طبعا الوظائف والاشخاص المذكره هتكون ديا. يعني مثلا مش هينفع اقولك اخوك هياخد اداه مؤنث، فهيبقى مثلا ديا برودا، اخوك ديا برودا. ديا اونكل العم، ديا ارتست الدكتور. ودي حاجه بديهيه جدا ان الوظائف المذكره والاشخاص المذكره هتاخد اداه مذكره. طيب ايه تاني؟ تاني حاجه التاجز سايتن. تاجز سايتن يعني اوقات اليوم، زي ديا مورجن، ديا ميتاج، ديا ابند، ما عدا كلمه واحده وهي دي نخت. دي نخت اللي هي بالليل خالص كده، دي نخت تبقى الاداه بتاعتها دي. حط في دماغك لو انت لقيت اي اوقات يوم هتبقى ديا. ايه كمان؟ المناطق، الشهور، زي ديا يناير، ديا ابريل، اي شهر الاداه بتاعته بتكون ديا. الحاجه التانية يارز سايتن، الفصول، زي ديا فرولن، ديا زومر، ديا هيربست، ديا فينتر. الربيع والصيف والخريف والشتاء كلهم بياخدوا ديا. عندي ايه كمان؟ عندي الهيملز ريشتونجن، الاتجاهات وحالات الطقس، ديا نوردن، ديا فيستن. عندي بعد كده الفيتا فينومين، يعني حالات الطقس. حالات الطقس زي ديا شني، ديا دونا. ديا شني يعني المثلج او التلج، ديا دونا الرعد. كل دي حالات طقس بتاخد ديا. نيجي بقى للحاجة المهمة، بعض النهايات في الكلمات ممكن تعبر ان كانت الكلمة دي بتاخد ديا ولا دي ولا دس. زي ايه؟ معظم الكلمات اللي اخرها اي اغ، حرف الاي وحرف الار دول بتاخد ديا، زي ديا دروكا طبعا، ديا بارتنر شريك، ديا فاكويفا البائع، ديا فينتا الشتاء، ديا تشنيكا. في نهايات تانية بنسبة 95% بتاخد الأداة ديا، زي النهاية أنت، زي إيه؟ إليفانت، براكتيكانت، موزيكانت. بتبقى ديا إليفانت، ديا براكتيكانت، ديا موزيكانت. في نهاية تانية اللي هي إيش، كلمة أخيرة إيش، زي إيه؟ ديا تيبش. ديا تيبش مفيش اس هنا، الاس دي غلط. وزي ديا تيش. ديا تيبش يعني سجادة، ديا تيش يعني المنضدة دي. في نهاية تانية اللي هي است، زي ديا تورست،
وديا ميست. ديا ميست يعني كلام فارغ. وفي نهاية أخيرة وهي إش، زي ديا كونش. النهاية دي بتنطق إزاي؟ ش. ديا كونش. ديا كونش يعني ملك. طبعا انت هو شفت النهايات دي بتاخد ديا. فاحنا بعد ما نخلص الشيت ده فاحنا هنحل شوية كده وهتلاقي نفسك عارف الأداة بتاعت الكلمة من غير حتى ما تعرف الكلمة دي معناها ايه. تعالى ما نخش على الأداة التانية وهي دي. زي ما قلت لك فوق في الأداة ديا بتاخد الأشخاص المذكرة والوظائف المذكرة، في نفس الوقت الأداة دي بتكون مع الأشخاص المؤنثة والوظائف المؤنثة. زي ايه؟ زي دي إتستن طبيبة، زي دي مالغن اللي بتبيض ملونة يعني، زي دي شفيستا أخت، زي دي موتا موتا يعني زي دي طنط. بعض بقى النهايات المهمة زي هايت وشفت. هايت وشفت بنسبة 100% الكلمة دي الأداة بتاعتها بتكون دي. زي ايه؟ زي دي شون هايت الجمال، دي لايدنشافت الشغف، دي لاندشافت المناظر الطبيعية. أي كلمة آخرها حرف ال A اللي هو حرف ال E ده بتكون احتمال بنسبة كبيرة قوي إن الأداة بتاعتها تكون دي. زي دي فلاشة إزازة، دي هوزة بنطلون، دي ياكة جاكيت، دي طاشة يعني شنطة. ولكن في بعض الكلمات بينتهوا ب A ولكن مش بتكون الأداة بتاعتها دي. زي der Käse يعني جبنة، زي der Kaffee، زي das Auge. تعالى بقى للنهاية بجد منتشرة كتير قوي في المنهج عندنا، منتشرة كتير قوي. أونج، النهاية اللي هي بتاعت أونج دي، زي دي Zeitung مجلة، دي Wohnung شقة، دي Kleidung الملابس، دي Buchung الحجز، ودي Beratung. الكلمات دي اخرها ONG UNG بنسبة كبيرة قوي بتكون الأداة بتاعتها دي. تعالى كمان لنهاية زي اللي هي اخرها يون، دي Situation الموقف، دي Information المعلومات. دي Situation ودي Information الأداة بتاعتهم بتكون دي. ليه؟ عشان اخرهم يون. عندي كمان نهاية اللي هي اك حرف الاي وحرف الكي بتكون دي موزيك، دي فيزيك. تاخد الأداة دي وهتشوفوا احنا بنحل الكلام ده هيثبت في دماغك. عندي كمان نهاية او اغ زي دي كولتور ثقافة، ودي ناتور يعني الطبيعة. كده احنا خلصنا الأداة دي. هنخش على الأداة بتاعت دوس. الأداة بتاعت دوس مفيهاش كلام كتير بس فيها نهايات كتير. زي لاين، النهاية بتاعت لاين دي بتستخدم لو أنا عايز أصغر الكلمة دي. زي مثلا فغاي لاين. فغاي لاين يعني التصغير من الفتاة، دي فتاة صغيرة. داس فغاي لاين. عندي كمان داس فوج لاين. داس فوج لاين يعني الطائر الصغير. فوجل لوحدها يعني طائر. فوج لاين لما حطيت النهاية بتاعت لاين بقت الطائر الصغير، صغرنا الكلمة. ايه كمان بيستخدم لتصغير الكلمة؟ شن. داس ميتشن. داس ميتشن يعني فتاة صغيرة. داس بروتشن يعني الخبز الصغير. داس بيكاشن يعني الحزم والأمتعة ولكن الصغيرة. فأنا استخدمت هنا المقطع شن عشان أصغر من الكلمة وفي نفس الوقت اديتها الأداة بتاعت دوس. في بعض النهايات المهمة كمان زي ات مش هتلاقيها كتير. داس بيت يعني سرير. عندي كمان نهاية منت زي داس دوكومنت. عندي كمان داس ميديكامنت. عندي كمان النهاية الأخيرة او زي داس بيرو. وعندي كمان داس اوتو. وعندي نهاية تي يو ام زي داس داتوم. وعندي النهايات اللي هي اخرها اي ان جي بالانجلش زي داس تريننج. انت ممكن تكون متلخبط شويه ولو يا جماعه انا هحفظ النهايات دي كلها. لا، النهايات دي انت مش هتحفظها، انت هتلاقي نفسك حاسس بالكلمه كده.
الكلمة الساوند بتاعها وانت بتقراها ميديكامنت داس ميديكامنت، بيرو داس بيرو، فاهم؟ المقطع بتاع الكلمة هتلاقيه في ودانك كده، وهتلاقي نفسك عارف الأداة بتاعتها. تعالى لما نحل. أول حاجة عندي بشا. بشا يعني كاس. بشا آخرها ايه هتاخد ايه ده. أبفل ليسش. أبفل ليسش يعني خل تفاح. آخرها إيش اللي هو حرف الآي وحرف الجي، هتبقى دي أبفل ليسش. 3 دكتور. دكتور هتاخد دي. ليه هتاخد دي؟ عشان آخرها أو الحتة دي مقلتهاش فوق في الشيت بس علم عليها كده. أوغست ده شهر، هياخد دي. جورناليست هياخد دي. ليه هياخد دي؟ عشان اخرها است. فاكر ايه فوق كمان كان بياخد دي؟ ديامست. كلام فارغ. دي جورناليست. عندي كمان فرولينج المفروض حرف اليو ده املاوت فرولينج اخرها اولا اخرها اي ان جي. تاني حاجه فرولينج ده فصل من الفصول، فياخد دي فرولينج. رقم 7 كونش يعني ملك. كونش اخرها اي جي، هتاخد ديا كونش. 8 تيغوا يعني ارهاب، اخرها ايه او هتبقى ديا تيغوا. 9 زيودن المفروض حرف الاو ده عليه املاوت، ولكن باين ان هي مش موجوده في الكيبورد. ديا زيودن الاتجاهات بتاخد دي. 10 اوبتيميزموس مش موجود كتير قوي في المنهج المقطع بتاع ازموس ده، فعشان كده ما حطيتوش فوق في الشيت. 11 بروتشن اخرها شن، فهتاخد داس بروتشن. داتوم اخرها TUM هتبقى داس داتوم. 13 Auslands Praktikum اخرها OM دي، فهتبقى داس. 14 بروتشن تاني هتبقى داس. 15 بيرو يعني مكتب، هتبقى داس بيرو. ليه؟ عشان اخرها حرف الأو. 6 أوتو داس أوتو. ليه داس أوتو؟ عشان اخرها حرف الأو. 17 كينو يعني سينما، هتبقى داس كينو. شرايبن الحتة دي ما قلتهاش فوق. لو عندي الفعل ده جه منه اسم بياخد داس، ده زي داس شرايبن يعني الكتابة، داس اسن يعني الأكل. اسن يعني ياكل، داس اسن يعني الأكل. شرايبن يكتب، داس شرايبن يعني الكتابة. فأي فعل بيتحول لاسم يبقى داس. تعالى الرقم 19 أختونج يعني انتباه. أختونج تبقى دي أختونج. ليه؟ عشان آخرها ONG. أبتايلونج يعني قسم، آخرها ONG هتبقى دي أبتايلونج. أجنتور يعني الوكالة، آخرها OR يبقى ده بتاعتها دي. 22 أكتيون يعني أكشن أو فعل. أكتيون آخرها ION هتاخد الأداة دي. 23 بيرن يعني كمبيوتر، آخرها حرف الA فهتبقى دي بيرن. 24 انفيرنونج يعني المسافة. انفيرنونج آخرها ONG هتبقى دي انفيرنونج المسافة أو البعد يعني. 25 جرافيك آخرها IK زي موزيك وزي فيزيك، فالأداة بتاعتها هتبقى دي. 26 هالب بنزيون يعني نص إقامة، آخرها ION هتبقى دي هالب بنزيون. 27 فيجوا ناتوا آخرها OR أجنتوا تبقى دي فيجوا. 28 فريزور يعني قصة شعر، آخرها OR هتبقى دي فريزور.
29 انفورماتيك اخرها اي كي، زي فيزيك وزي موزيك هتبقى دي انفورماتيك. 30 موزيك انت عارف هتبقى دي. منش هايت الانسانيه هتبقى دي. ليه؟ عشان في هنا هايت، قلت لك ان هايت 100% وانت فاتح صدرك كده هتبقى الاداه بتاعتها دي. ريليجيون ION هتبقى دي ريليجيون. 33 دي ما قلتلكش فوق في الشيت، ولكن يونيفرسيتيت حاجه اخرها 8، النهايه دي بتاخد دي. انا ما قلتهالكش عشان ما فيش غير كلمه يونيفرسيتيت عندك في المنهج اللي بيكون اخرها 8، فهتبقى دي يونيفرسيتيت. داتوم دي متكرره هتبقى داتوم عشان النهايه دي. ده كان شيت مختصر فيه التريكس بتاعه الادوات في اللغه الالمانيه اللي هتفيدك في المنهج عندك. طبعا هو في نهايات كتير قوي وحاجات كتير جدا، ولكن دول اللي هيفيدوك. دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ دلوقتي في ثالثه ثانوي احنا عندنا 5 دروس. ال5 دروس دول كل درس فيهم في بعض الكلمات بيكون ليها ادوات معينه. الادوات المعينه دي بتبقى مهمه قوي، يعني لو انت عرفت الكلمات دي بالادوات بتاعتها هتخش هتلاقيها في الامتحان. اي امتحان هتلاقي فيه الكلمات دي بالادوات بتاعتها دي، فانت محتاج انك تكون عارف الادوات بتاعه الكلمات المعينه دي. فانا همر على ال5 دروس دلوقتي بكل الكلمات المهمه والادوات بتاعتها. يلا نخش على الدرس الاولاني. الدرس الاولاني اسمه جيزوندهايت يعني الصحه. الدرس ده بيتكلم عن الصحه وبيتكلم عن ان انت رحت للدكتور وبيتكلم عن اعضاء الجسم والكلام ده كله. فتعال اما اقول لك على الكلمات المهمه فيه. عندي ديا كوبف يعني راس، ديا تسان يعني اسنان، ديا هالس رقبه، ديا ارم دراع، ديا فينجر صباع، ديا فوس يعني قدم. لو انت لاحظت كده ان معظم الاعضاء او معظم اجزاء الجسم بتاخد اداه ديا. طبعا دي حاجه انا بقولها لك عشان تسهل عليك الحفظ شويه. عندي das Auge, das Haar, das Ohr, das Bein. عندي دي نازه، عندي دي هاند. طيب عندي دي نازه وعندي دي هاند. شوف دي نازه دي هاند دي بتاخد الاداه ديا. ايه بقى اللي بياخد داس؟ اللي بياخد داس هيكون داس اوجا، داس ها، داس اور، داس باين. اي حاجه غير كده هتلاقيها بتاخد ديا. واقعد مع نفسك كده وانا ملون لك الكلمات عشان تعرف تحفظها بسهوله. عندي كلمات ايه تاني مهمه؟ ديا شميرتس يعني الم. وكلمه شميرتس لو جت مع اي كلمه تانية زي ديا كوبف شميرتس يعني الم راس، ديا باوخ شميرتس يعني الم معده. دايما شميرتس لو جت قبلها كلمه هتاخد برضو الاداه ديا. ديا هوند يعني كلب، ديا موند يعني فم، ديا راتشلاج نصيحه، ديا روكن ظهر، ديا شنوبفن يعني زكام، ديا اورلاوب اجازه. الكلمات اللي بتاخد داس انجبوت، داس بفندن، داس بيرو، داس بيت، داس فيبر، داس جزيشت وجه، داس بروبليم مشكله، داس ريتسبت يعني روشته، داس ميديكامنت يعني دواء. ممكن نشوف ايه هنا. داس ميديكامنت لسه قايلينها فوق، منت، داس بيرو اخرها او، داس بيت اخرها اي دبل تي. عندي ايه تاني؟ معنديش حاجه تاني. دول كلمات ايه؟ كلمات انت عارف الاداه بتاعتها. عندي كمان دي براكسس يعني عياده، دي تابلته يعني قرص، دي زايتشريفت مجله، دي سيجاريته سجاير. ممكن تحفظ ان السجاير والمجله ان واحد قاعد ماسك مجله وبيشرب سيجاره، فهو دي الاتنين مع بعض. لما بقول لك دي سيجاريته تفتكر دي زايتشريفت المجله. ثانيه حلوه دي. ممكن تقول ان هو بيشرب سجاير وبيشوف المجله، فبعد كده تعب من السجاير اللي هو بيشربها راح العياده والدكتور قال له ان هو ياخد قرص. حلوه. يعني هو راجل كان قاعد بيقرا مجله وبيشرب سجاير، فهو تعب راح العياده دي براكسس، وبعد كده خد قرص عشان يتعالج من ايه السجاير اللي هو شربها. والله كرياتيفيتي بس فجاه كده. الدرس اللي بعده ليكتيون 11. ليكتيون 11 بيتكلم عن وسائل المواصلات in der Stadt unterwegs. بيتكلم بصورة مهمة قوي عن الأماكن، والدرس ده مليان أماكن كتير قوي.
لازم تبقى عارف الاماكن دي بالاداه بتاعتها، عشان في الجرامر والجراماتيك في الاكوزاتيف والداتيف هيقولك انت فين. فتقول له انا في المكان الكذا. المكان الكذا ده انت لازم تكون عارف الاداه بتاعته. داس ميوزيوم مثلا، ich bin im Museum. ليه انا عملت هنا im Museum؟ im Museum im هتاخد داتيف وداس هتحول لديم، فانت بالتالي لازم تكون عارف المكان ده الاداه بتاعته ايه عشان تعرف هتحوله للداتيف ولا اكوزاتيف ازاي. ممكن تكون مش فاهمني دلوقتي، ولكن برضو انا هشرح لك وارجع لك على الجرامر من اولى وثانيه وثالثه ثانوي. تعالى نخش على ليكسيون الف. فكك من اللي قلته ده لو انت مش عارف. ليكسيون الف جميل قوي. بص عندي وسائل المواصلات المهمه، ديا بوس يعني باص، عندي ديا تسوج يعني قطر، عندي ديا الكافي يعني شاحنه اللي هي كبيره دي، عندي داس بقى. داس ماليه الدرس ده. داس اوتو. داس اوتو يعني سياره عربيه. تخيل كده معايا ان العربيه دي بقت تاكسي، عربيه عادي ملاكي، داس اوتو بقت تاكسي، فبقى داس تاكسي. عندنا داس فغاد. داس فغاد يعني عجله. العجله تخيل ان العجله دي بقت موتوسيكل، العجله والموتوسيكل قريبين من بعض فبقت داس موتوغاد. داس بوت يعني مركب، اللي هي المركب الصغيره او الزورق ده. المركب ده كبر وبقى داس شيف. داس شيف يعني سفينه. فانت ربطت ان الاوتو بقت تاكسي، ربطت ان الفغاد بقت موتوغاد، ربطت ان البوت الصغير بقى شيف، بقت سفينه كبيره. فكده انت ايه، ضربت 3 عصافير بحجر. وعندي كده كلمه داس فلوجتسويج يعني طياره. في الاداه بقى اللي بتاخد دي، عندي دي مترو يعني المترو، دي اسبان ودي اوبان اللي هو القطر السريع، واحد تاني برضو قطر بس بيمشي فوق كده زي الترابزين ده. وعندي دي شتراسنبان. التلاتة دول في ألمانيا، وانا عارف شكلهم بس مش عارف ترجمتهم ايه بالعربي عندنا. بص بقى، اي وسيلة مواصلات ماشية زي المترو كده، زي المترو، الاسبان، الاوبان، الشتراسنبان بتاخد دي، ما عدا التسوق. التسوق بياخد دي. يعني اي حاجة شبه المترو بتمشي كده على القضبان دول بتاخد دي، ما عدا التسوق بتاخد دي. اظن كده عملت واجبي وبزيادة. انا عايزك بقى الاماكن دي تحفظها زي اسمك. ديا بارك بلاتس عشان هنحتاجها قوي. مكان انتظار ديا بارك بلاتس. ديا شالتا شباك تذاكر. ديا بوخ لادن محل بيع كتب. طيب ديا لادن لوحدها يعني محل، ديا بوخ لادن محل بيع كتب. طب لو قلت لك ديا حسام لادن يعني محل بيع حسام، يعني معنى كده ان انا لو حطيت اي كلمه قبل لادن هتكون محل بيع الحاجه دي. فما يغركش، اعرف انت بس ان كلمه بوخ يعني كتاب وكلمه لادن يعني محل، حط الاتنين مع بعض بقت محل بيع كتب. عندي الاماكن اللي بتاخد دي زي دي بنك يعني بنك، عندي دي بوس هالت شتيله يعني موقف باص، عندي دي ديسكو يعني ديسكو، عندي دي نيا يعني من القرب. زي مثلا ما اجي اقول لك داسس انديانيه من القرب من هنا. طبعا انا قلت انديانيه. ديا دي الاداه بتاعت المذكر وهنا مكتوب دي، ولكن ان بتاخد داتيف، والكلام ده هقوله لك في الجرامر، فاستنى الفيديو بتاع الجرامر يعني. دي ايكو يعني الناصيه. دي براكسس العياده قلناها فوق. دي بوست يعني البوسطه. دي تغيبه يعني السلم. الادوات بقى اللي بتاخد داس، قصدي الكلمات اللي بتاخد داس زي داس جيشفت محل، داس جلايس الرصيف، مش الرصيف اللي احنا بنمشي عليه، الرصيف اللي هو بتاع القطر ده او المترو، اللي هو انت هتقف عند الرصيف رقم 2 عشان تستنى القطر بتاعك، فده معناه الرصيف ده. داس هاوس البيت، داس هوتيل الفندق، داس كينو سينما، داس كونسرت حفلة موسيقية، داس مير البحر، داس موزيوم متحف، داس ريستورانت مطعم، داس شفيمباد حمام سباحة، داس زوفا الأريكة، داس تياتر المسرح، داس فيكاس مثل وسائل المواصلات. في هنا كلمة ما حطيتهاش، ديا كورس اللي هو الكورس، فممكن تكتبها على جنب عشان مفيش هنا قلم اكتب بيه. لا مفيش قلم اكتب بيه.
ده كان الدرس رقم 11 بيتكلم عن وسائل المواصلات، وقلت لك كلمات المهم ان انت تكون عارف الاداة بتاعتها. الدرس رقم 12، درس رقم 12 اسمه Der Kunde ist König، يعني العميل ملك، العميل دايما على حق زي ما احنا هنا بنقول. فهتلاقي في الدرس ده الكلمات بتاعته عبارة عن ايه؟ اجهزة كهربائية والكلام ده، افعال مثلا زي اوس ماخن وان ماخن اللي انت تقفل وتفتح الجهاز ده. بيتكلم عن اللي انت مثلا النضاره بتاعتك باظت فانت رايح توديها للاوبتيكا فبتقول له انتوا بتفتحوا امتى والكلام ده هنشوف في الجرامر يعني. تعالى يا عم اما نشوف. دي ادغوكا يعني طبعا. بص اخيرا ايه اغ اي خدمه، عرفت ان هي دي فانزيا يعني تلفاز، اخيرا ايه اغ. دي كمبيوتر اخيرا ايه اغ برضه. دي فوتو ابغات، اي كلمه اخيرا ابغات بتاخد دي حسن ابغات بتاخد دي، لو جبت ابغات وحطيت قبلها اي كلمه بتاخد دي كول شرانك يعني ثلاجه. دي شرانك يعني دولاب، صح. دي كول شرانك الدولاب الساقع او دولاب التسقيع، فهي ثلاجه. بجد الالمان دول عليهم حاجات رهيبه يعني. عندي كمان داس هاندي يعني هاتف، وعندي دي بغلة نضارة. عندي كمان ايه كلمات مهمة. دي لادن محل زي ما قلت لك فوق. دي مومنت لحظة. دي اوبتيكا اللي هو بتاع النضارات ده بتاع البصريات. دي شتيفت يعني قلم. دي اونترغشت يعني درس. اظن الكلمات دي اتعدت عليك قبل كده في اولى وثانيه ثانوي اللي انت كنت بتذاكر يعني. داس بيلد صورة. داس فويا يعني نار. داس فويا اخيرا ايه اغ، بس هي بتاخد داس مش بتاخد دي. طيب مش انت ساعات بتشوف ان النار بتبقى خضرة ساعات كده، فانت احفظ ان داس فويا خضرة فهتاخد داس. طيب داس فروشتوك يعني الفطار. داس ليشت يعني ضوء. ايه كلمات تانية مهمة. الكلمات بتاخد دي زي دي ان سايجر يعني اعلان. دي ابايت عمل. دي فلاشة يعني ازازة. تعال ما اقولك كده مثل باللغة الألمانية اسمه دو بيست زو اين فلاشة، يعني انت زي الازازة. طب يعني ايه انت زي الازازة؟ يعني انت ملكش لازمة او انت كحيان حاجة كده. فده مثل الألمان بيقولوه، ممكن تقوله صاحبك دو بيست زو اين فلاشة، يعني انت كحيان انت زي الازازة ملكش لازمة. دي بغلة قلت لك نضارة. دي هايتسونج يعني مدفأة. دي جروبة يعني جروب. دي بروفونج يعني امتحان. دي غايزة يعني رحلة. دي كارت يعني تذكرة. ساعات دي كارت بتيجي بمعنى اللي هي الخريطة بتاعت الشتات بتاعت المدينة على حسب الجملة. دي كارت هنا معناها تذكرة. دي غشنونج يعني فاتورة. لكتسيون 13 بيتكلم عن الملابس وانت رايح تشتري لبس جديد، فانا جمعت لك هنا الملابس والادوات بتاعتها. عندك دي انتسوج يعني بدلة. عندك كمان دي جاتل حزام. عندك ديامانتل معطف. دي بلوفا اخرها ايه. دي روك جيبة. دي شخم مظلة. دي شو يعني حذاء. ملحوظة دي شو فردة حذاء واحدة، عشان هنا عندك دي شوة يعني حذاء اللي هما الفردتين جمع، فدي شو يعني فردة واحدة. دي شتوك يعني طابق. لو انت في المول انت في الطابق الاصل شتوك ولا في الايه في الزبايت شتوك. داس هيمد يعني قميص. داس كلايد يعني ثوب. داس تي شيرت يعني تي شيرت. سبحان الله يعني. عندك كمان في الادوات بتاعت دي بلوزة يعني بلوزة. سبحان الله. اخرها ايه. عندك دي هوزة اخرها ايه يبقى بنطلون. دي ياكة يعني جاكيت اخرها ايه. دي كاسة الخزينة. دي جينز يعني جينز. دي طاشة يعني شنطة اخرها ايه. دي شوة حذاء اخرها ايه. دي كرافات اخرها ايه. وريني كده الكلمات كلها في دي اخرها ايه ما عدا جينز، فجينز هتاخد دي. واحفظ معايا ان القميص والثوب والتيشيرت، احفظ كده اللي انت لابس قميص وتحته تيشيرت، فده بقى ايه. ده بقى ثوب، ده الكلايد بتاعك. فهتبقى داس هيمد داس تيشيرت داس كلايد.
بقية الحاجات هتبقى دير. راجل لابس بدلة ولابس حزام ولابس معطف ولابس بلوفر ولابس جيبة، لا لابس حاجات كتير مش هينفع نعمل لها قصة دي. عندي اخر لكتيون هو لكتيون فيات سيل. لكتيون فيات سيل بيتكلم عن الأعياد، فبالتالي الكلمات اللي فيها هيبقى فيها حظ، فيها سعادة، فيها مفاجأة، فيها هدية، فيها الكلام ده كله. عندي ديا بغوف يعني وظيفة، ممكن يكون واحد جاله وظيفة وهو فرحان بقى وبتاع. ديا بشايد قرر ان هو ياخد الوظيفة دي. ديا بزوخ زيارة، الناس جت زارته. ديا فولج عشان هو ناجح. عملوا عيد ميلاد ديا جيبوت ستارك. على فكرة انا كرياتيف اكتر من كده بس لما بقعد مع نفسي يعني. ديا مست كلام فارغ، الشغلانة دي كلام فارغ روحاش. ديا مست اخرها IST. ديا مناد الشهر. ديا رامن يعني اطار، عارف البرواز كده بيكون فيه اطار او اي حاجة على الحيطة بيكون فيها اطار، دي معناها ديا رامن. ديا زلات يعني سلطة. ديا زي يعني البحر. داس فيست يعني العيد. داس جلد فلوس. داس جيشنك يعني هدية. داس جترينك يعني مشروب. داس كلوك حظ. داس يا سنة. داس كيند يعني طفل. داس فيتا يعني طقس. عندي دي Aufgabe، عندي دي Überraschung. دي Aufgabe اخرها ايه؟ ايه دي Überraschung اخرها UNG تبقى مفاجأة. دي Meinung اخرها UNG يعني رأي. دي Küche يعني مطبخ اخرها ايه. بص، الكلمات اللي عندنا في المنهج كتير هي كلمات الأداة بتاعتها دي، والكلمات اللي أداتها دي معظمها بيبقى اخرها ايه اللي هو حرف الايه بالألماني، واخرها ONG، واخرها ناتور الاو ار، اخرها يون زي انفورماسيون. فانت مش تعمل مجهود كتير. اخر تريك هقولك عليها لو انت بتحفظ الكلمه بالاداه بتاعتها، ان انت مثلا عندك الدرس النهارده عن الجيزوندهايت عن الصحه، شوف الكلمات اللي بتاخد دي اللي هي صعبه وحاول تكون منها قصه. مثلا كنت كاتب قصه على جنب هنا ساذجه قوي، بس هي لازم تبقى ساذجه عشان تثبت في دماغك. انا هقولك القصه الاول بالعربي، بعد كده هقولك في الاداه هنا وايه والكلام ده. بس اسمع خلاص. راجل ساب الحلاق وراح للدكتور، خد ميعاد، لقى هناك حاله طوارئ عشان كان في حادثه. راح مطلع باسبور وقال لهم يا ولاد الكلب مستنيني في البيت. الدكتور قال له نام على ظهرك، وطلع عنده ألم وزكام. الدكتور اداله نصيحه وقال له خد اجازه. طبعا هي قصه ساذجه قوي، بس ايه تعالى ما نشوف. راجل ساب الحلاق يعني ديا في خزوع، وراح للدكتور. الدكتور يعني ديا ارست. خد ميعاد يعني تامين، ديا تامين. لقى هناك حالة طوارئ يعني نوتفال، ديا نوتفال. لقى هناك حالة طوارئ عشان كان في حادثة يعني انفال. نوتفال وانفال، ديا نوتفال وديا انفال. راح مطلع الباسبور ديا باس وقال لهم يا ولاد الكلب ديا هوند مستنيني في البيت. الدكتور قال له نام على ظهرك. ظهر يعني ديا روكن. وطلع عنده زكام، طلع عنده ديا شنوبفن زكام. والدكتور اداله نصيحة يعني غاتشلاج، وقال له خد اجازة، خد اولاوب، ديا اولاوب. كان في قصة ساذجة تانية استنى اقولها. خد الروشتة بتاعته وجاب دواء الحمى وراح قعد في اوضته على سريره وحالته اتحسنت فراح ضحك. دي هنا الاداة بتاعت داس. خد الروشتة بتاعته يعني داس ريتسبت، وجاب الدواء اللي هو داس ميديكامنت دواء الحمى داس فيبا يعني حمى، وراح قعد في اوضته يعني ايه داس تسمى على سريره السرير يعني داس بيت، وحالته اتحسنت. الحالة معناها داس بفندن، وراح ضحك. الضحك يعني لخن، داس لخن. مش عارف في حاجات ساذجة تانية ولا لأ. ايوه في حاجات تانية ساذجة، استنى. بص يا سيدي، دخلت المطار من المدخل
وكان في على جنب مخرج. ورحت شباك التذاكر وقلت استريح على كرسي. الكرسي كان قدامه منضدة اللي هو ترابيزة يعني. لقيت راجل غريب بيحلق وسط البارك بلاتس، وسط المكان الانتظار. قلت فاكس ورحت طلبت من مطعم الوجبات السريعة. دخلت المطار يعني ديا فلوج هافن من مدخل من اين جانج، ولقيت مخرج ديا اوز جانج. بعد كده رحت شباك التذاكر ديا شالطة، لقيت الديا شالطة زحمة فقلت استريحت على كرسي ديا شتول، وكان قدامه من ضدا ديا تيش. ولقيت وانا قاعد كده راجل غريب ديا فغمد، راجل غريب بيحلق محلق طبعا ديا فغزوع وسط البارك بلاتس في مكان الانتظار. راجل غريب بيحلق بارك بلاتس ديا بارك بلاتس. قلت فاكس ورحت طلبت من مطعم الوجبات السريعة ديا امبس. كده مظنش ان في حاجة ساذجة تانية، بس كده خلاص. ودي كانت خلاصة الكلمات. انا قلت لك تريكس، جمعت لك الكلمات المهمة والادوات بتاعتها، جمعت لك الاماكن وعملت كل ده. وقلت لك كمان لو انت عايز تحفظ الكلمة وهي صعبة تعمل ايه؟ تعمل قصة ساذجة كده وتحطها في دماغك، اي قصة ساذجة، وبجد هتستمتع قوي بالحوار ده. وده يا سيدي كان الريفيجن بتاع الكلمات والريفيجن بتاع والتريكس والكلام ده كله. ابعت الفيديو ده لواحد صاحبك عنده مشكلة في الادوات. بس كده يا صاحبي.